السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في الفيديو التعريفي ببرنامج جديد لأول مرة بنقدمه وصمم خصيصا علشان يحطك بأسرع وقت في مجال البحث العلمي، وهو ساي ريسيرش تشالنج أو تحدي البحث العلمي، واللي بيحل مشكلة ناس كتير ازاي تبدأ في طريقها في المجال بأسرع وقت. ساي حاليا هي شركة مصرية في مجال تكنولوجيا التعليم. عرفتوها وتعايشتوا معاها من خلال برامج ومبادرات زي URI Scientific Research أو URE لريادة الأعمال أو URS للمنح، وأخيرا كان الأوركت للتطوير المهني أو الكارير ديفلوبمنت. النهاردة هنعلن عن المنتج رقم 5 لينا، وهو ساي ريسيرش تشالنج، تحدي الشهر الواحد اللي هيحطك على الطريق بطريقة منظمة ومرتبة وبشهادات من الشركة، لأن هيبقى فيه كورسات وشغل على مشروع للناس اللي هتشتغل أو الناس اللي هتقدر تكسب التحدي زي ما هنقول النهاردة هكلمكم عن تفاصيل التحدي، سواء من حيث الكونتنت، المحتوى، أو التايم لاين، الجدول الزمني. ازاي هنقدر نعمل ده يبقى تحدي وفي في كورسات وفي بروجكت، وكمان هيبقى في منتورشيبس. كل ده هيحصل ازاي في شهر واحد، بلس المدة المطلوب منك انك تخصصها في اليوم نص ساعة لساعة بس. فبالتالي ازاي هنحقق كل ده؟ هنعرف ده النهارده. معاكم عبد الله الوكيل، فاوندر اوف ساي اسك. تعالوا نبدأ بالمحتوى. فالتحدي بيحتوي على 3 كورسات مترابطين، وهو Scientific Research، النانو تكنولوجي، والميني ريفيو. ال3 كورسات من النوع الانتنسيف، يعني هتاخد الزتونة والمفاتيح في أسرع وقت. كل كورس مدته ممكن تكون 4 ساعات بس، لكن هتاخد الحاجات اللي انت عاوزها. بين قوسين كده الملخص المفيد. المحاضرات أو كل محاضرة هتنزل لك مسجلة، تقدر تسمعها في أي وقت خلال ال 24 ساعة. بلس هيبقى فيه 2 منتورشيب لكل كورس. الأهم بقى من كده طبعًا حاجة مهمة جدًا، إن كل كورس هيبقى ليه امتحان وليه شهادة. فأنت بعيدًا عن كون التحدي نفسه، لكن إن أنت تقدر كل كورس كأنك بتاخد كورس منفصل. بعد ما تاخد الكورس بيبقى فيه امتحان بسيط جدًا MCQ، إن أنت بس فاهم، فبالتالي تاخد شهادة. طب في أهم كمان من كده بالنسبة لي، وهو الترابط بين 3 كورسات. زي ما قلت لكم 3 كورسات مترابطين. بيجي ان اول كورسين هتاخدوهم هيبقوا بالتوازي، Scientific Research والنانو تكنولوجي. الكورسين دول هما اساسيات. اول واحد البحث العلمي، حتى لو خدت قبل كده، في ناس كتير ممكن تكون سمعاني خدت البحث العلمي او كورس اساسيات البحث العلمي قبل كده، لكن هتسمعه بطريقه مختلفه هنا. بلس هتاخد شهاده من الشركه. ولو انت بقى الاهم، يعني اول مره تسمع عن البحث العلمي، هتاخد الساينتفك ريسيرش بكل سهوله، وهيبقى معاك السكيل كمان. الكورس التاني وهو النانو تكنولوجي، اللي بعتبر الكورس ده اجمل حاجه انا ممكن اكون قدمتها. والاهم ان كل اللي بيسمعني هيكتشف من خلال الكورس ده ان النانو تطبيقاتها موجوده في كل التخصصات، وصلت كمان للناس اللي تخصصاتها ادبيه او في تجاره او الحاجات دي كلها، النانو تكنولوجي موجوده فيها. بعد كده، بعد ما خدت الكورسين اللي هم يعتبروا اساسيات، هتاخد الكورس التالت وهو الميني ريفيو، اللي هتطبق فيه يعتبر حاجه بقى ادفانسد. انا خدت اساسيات البحث العلمي وخدت اساسيات النانو تكنولوجي كباك جراوند علميه، وازاي او مثلا ركزت على تطبيقات النانو تكنولوجي في التخصص بتاعي. ازاي بقى اشتغل على مشروع؟ هتاخد الكورس التالت بيعلمك الخطوات ان انت ازاي تشتغل على مشروع بحثي، وكمان بقى ممكن تطبق فكره النانو، او هتفرق حتى لو انت عايز تشتغل على تخصص او حاجه في التخصص الدقيق بتاعك. فالكورس التالت بيكون حاجة يعتبر ادفانسد، تقدر تطبق من خلالها، او هتعرف ازاي تطبق. فالتلات كورسات بعد ما هتخلصهم هتاخد زي ما قلت شهادة لكل كورس. المهم بقى هو التحدي. طب التحدي هيبقى فين؟ التحدي في مين اللي هيقدر ياخد التلات كورسات. انت 3 كورسات هيبقوا لهم 3 امتحانات، فبالتالي اجتزت الامتحانات دي هيبقى معاك 3 شهادات. لو ده حصل انت كده كسبت التحدي. بعد كده يعني الناس اللي هتاخد ال3 شهادات لل3 كورسات هتقدر تخش على الحاجة الرابعة، او هيتقدم لها الحاجة الرابعة في البرنامج او في التحدي ده، اللي هو الليتريتشر ريفيو بروجكت. هنشتغل مع بعض كتيم واحد على مشروع بحثي لتريتشر ريفيو، وبتارجت او ان احنا نتارجت ان احنا ننشره نشر دولي. طيب literature review project هو مشروع هتتعلم فيه حاجات كتير غير كمان البحث العلمي وان انت بتطبق على مشروع، لكن هتتعلم ازاي تدير مشروع بحثي. هتتعلم ازاي تدير تيم في ممكن 50 باحث. فبالتالي هيبقى في خبرة كبيرة في طبعا بلان هتاخدها. هتعرف ازاي اصلا تحط بلان لمشروع بحثي. طبعا كنت عايز ادي التفاصيل بتاعتها هنا، لكن هخليها مفاجأة للناس بس اللي هتكسب التحدي. طيب تعالوا بقى نشوف الكونتنت بالتفصيل. ايه كل كورس هو انتنسيف.
كل كورس هيبقى فيه 8 محاور مهمة جدا ان احنا نطلع بيها من الكورس نفسه. زي ما قلنا هيحطك على الطريق بأسرع وقت ويديك الزتونة. كورس البحث العلمي هناخد موتيفيشن، الدافع او ازاي يعني البحث العلمي ده ممكن يوصلنا لايه. بعد كده التايبس، ايه المشاريع البحثية المختلفة. بعد كده التكنولوجيز، المفاهيم المرتبطة بالبحث العلمي. الميثودولوجي، المنهجية، ازاي ابدأ طريقي في البحث العلمي. وبعد كده 4 محاضرات عبارة عن اهم 4 ادوات يعني مهم جدا ان انت تبدأ بيهم مهارة البحث العلمي، وتبدأ تبحث وتقرا. وكمان ادوات تقدر تساعدك في الكتابة، او ان انت تجيب افكار، او ان انت تطلع على يعني اخر حاجة الناس وصلوا لها او احدث الابحاث. طيب ده كده كورس البحث العلمي. كورس النانو تكنولوجي، حتى لو انت ما تعرفش اي حاجة عن النانو ده يعني هتنبهر، هتكتشف ازاي ان النانو ده موجود في التخصص بتاعك عادي جدا، رغم ان انت ممكن تكون زراعة او ميديسن او حتى يعني في ايكونومي اقتصاد برضه النانو داخل فيه. هنتعرف من الاول خالص يعني ايه نانو ساينس ونانو ماتيريالز، ازاي نحضر او ازاي المواد في حجم النانو دي بتتحضر اصلا. هناخد الكونسبتس، المفاهيم المرتبطه بنانو تكنولوجي. الكاركترايزيشن، ازاي نعرف المواد دي في حجم نانو. التطبيقات بقى، وازاي ان هي تطبيقات في كل حاجه. ونيجي للمحاضره السادسه اللي هي اهم محاضره في الكورس وممكن في التحدي كله، ازاي نانو تكنولوجي ده تمبلت. لو انا لسه اصلا في بدايتي في البحث العلمي هديك تمبلت كده، يعني زي وصفه زي ديزاين كده. فانا بقول لك ادي التمبلت اهو، بس غير اللي انت عايز وحط الصورة اللي انت عايزها والاسم. انا هديك ده في نانو تكنولوجي. لو انت عايز تبدأ كبحث علمي في التطبيق او في التخصص بتاعك، هديك تمبلت تقدر تمشي عليه وتقدر ان انت تشتغل بصورة قوية وبأسرع وقت. بعد كده النانو ريسيرش، ازاي تبدأ بحث علمي في النانو. واخيرا التارجت، ان انت ممكن باستخدام النانو تكنولوجي توصل لايه، او ممكن تشتغل ايه باستخدام الكورس ده او باستخدام علم النانو. طيب الكورس التالت وهو الميني ريفيو كورس، هو تطبيق. هتلاقي فيه حاجات من اللي احنا شرحناها قبل كده بنقولها تاني في الكورس ده، لكن بطريقة منظمة. ان انا اشتغل على مشروع بحثي، ازاي استخدم الادوات اللي احنا قلناها، والمقدمة في ان احنا فعلا نشتغل ونكون متارجتين مشروع بحثي. المشروع البحثي او ميني ريفيو اللي اول مرة يسمع عنها، هو عبارة عن مشروع بحثي من وانت في البيت باستخدام اللابتوب بتاعك او التليفون. تقدر ان انت بتجمع داتا، بتعمل ريفيو عن موضوع معين وتكتبه، وتقدر تنشره كمان كبحث دولي. ميني دي هو ده اسمه ريفيو. طب ميني لو انت متارجت ان انت تعمل انت لوحدك او انت وصديق بس، فبالتالي تقدر تعمل حاجة صغيرة ميني ريفيو مش مطولة، بحيث ان انتوا مثلا 2 بس، فبالتالي ده اسمه ميني ريفيو. وده اللي منبثق منه ايه، منبثق منه الليتريتشر ريفيو. الليتريتشر ريفيو هو الميني ريفيو بس ايه، بس حاجة كبيرة بقى. وده اللي احنا هنشتغل عليها للناس اللي هتكسب التحدي وهتاخد ال3 شهادات بتوع ال3 كورسات. هيبقى يعني منتورنج معاكوا. هنحط البلان وهنمشي عليها، وهنحط السيستم، وهنحط يعني مشروع يعني انا وجهة نظري اكتر من فكرة كمان ان انت تشتغل على مشروع بحثي، لكن ازاي تدير المشروع البحثي ده. فان شاء الله ده بقى تبقى مكافأة للناس اللي هتكسب التحدي. هيكون في الشهر التاني من التحدي، يعني التحدي هيبقى مدته شهر. اللي هيكسب التحدي الشهر التاني هيشتغل معايا على الليتريتشر ريفيو. طيب ده كده فيما يخص الكونتنت. التايم لاين بقى ده هيحصل ازاي. اول حاجه التحدي في اول راوند وهي 1/8. الراوند دي اللي بيسمعني دلوقتي حالا في اليوم اللي هينزل فيه الفيديو هي بدأت. في راوند تانية هتبدأ يوم 10/8، وفي راوند تالتة هتبقى 20/8. دول ال3 راوندز اللي موجودين في السنة أو سنة 2025 بس. فبالتالي فرصة سواء بقى اللي بيسمعني يسجل، فيحاول بقى لو عايز يدي الفرصة دي لأصدقائه، أو لو أنت بتسمعني أصلا وأنت مش مسجل فتقدر تلحق تسجل خلال الوقت ده. التشالنج هو بسبسكريبشن، النظام بتاعه ان هو بسبسكريبشن. سبسكريبشن مش فكرة ان هو سعر التشالنج، على قد ما حاجة تلزمك ان انت تلتزم داخل التحدي. التحدي هيبقى بشكل اساسي معتمد على ان انت ملزم نفسك. لو هي حاجة فور فري هلاقي 1000 أو 2000 طالب مقدم، اللي هيلتزم هيبقى عدد قليل جدا في ظل وقت مليان بالتشتت. فبالتالي في سبسكريبشن أو اشتراك في تمن للتحدي. التمن ده علشان ان هو يكون بمثابة موتيفيشن أو تحفيز ليك انك تكمل أو تلتزم في التحدي ده. فبالتالي دي المواعيد. جروب 1/8 بدأ في 10/8. تقدر يعني هسيب اللينك في الوصف بتاع الفيديو. وفي كمان راوند 20/8 اللي مش هيلحق راوند 10/8. طيب التايم لاين فيه 3 حاجات هتبقى موجودة في التحدي. أول حاجة المحاضرات، تاني حاجة المنتور شيبس، تالت حاجة الإكزام. فهناخدهم
وهنشوف ازاي ان في تناسق في المواعيد. فاول حاجه بالنسبه للليكتشرز او المحاضرات، فدي مواعيد المحاضرات للناس اللي هتبدا 1/8. هتلاحظوا حاجه، احنا عندنا 3 كورسات: كورس النانو تكنولوجي والميني ريفيو 8 محاضرات، كورس ساينتفك ريسيرش 6 محاضرات. الايام فيها تناسق، فبالتالي النانو تكنولوجي هيبدأ 2/8، ساينتفك ريسيرش 3/8. يبدأ الكورسين دول يعني يوم بحث علمي ويوم نانو تكنولوجي لغاية لما نوصل ل13/8 الساينتفك ريسيرش هيخلص. هنكمل النانو تكنولوجي. ساينتفك ريسيرش أول ما يخلص هتلاقوا ميعاد إكزام بعد ما كورس الأول يخلص اللي هو ساينتفك ريسيرش. بعدها هنستكمل النانو تكنولوجي لغاية 16/8 وناخد الامتحان بتاعها. بعد كده نبدأ 19/8 في الكورس التالت اللي هو الميني ريفيو لغاية 26/8 وناخد الامتحان بتاعها. طيب أنا دلوقتي لو هقدم في 10/8، ده هيبقى التايم لاين بتاعك هيبقى فرق 10 أيام زيادة. تمام كده، يبقى هتبدأ بعد راوند 1/8 ب10 أيام. طيب لو أنت بتسمعني هتقدم في راوند 20/8، هيبقى بعد البداية بتاعت الراوند الأولى ب20 يوم. فدي المواعيد بتاعتك. تمام كده، تقدر تبقى تاخدها سكرين شوت لو انت بتسمع الفيديو ده متأخر يعني. طيب ده كده بالنسبة للمواعيد بتاعة المحاضرات. طب مواعيد المنتورشيب. مواعيد المنتورشيب في 7 منتورشيب هتكون ايام يوم الاثنين والخميس من كل اسبوع. بتتعمل ازاي؟ طبعا المنتورشيب في وجهة نظري هي من اهم الحاجات اللي موجودة. ممكن ان انت تاخد كورسات وكلنا يبقى قدامنا محتوى كبير، لكن في النهاية انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف ابدأ ازاي. فساعات سؤال واحد بس بيبقى اهم من 100 كورس. فبالتالي هيكون ازاي المنتورشيب سيشن؟ برضه مش هلزمك بميعاد محدد، لا هيكون من خلال الجروب اللي انت موجود فيه. هتقدر في خلال الايام دي بنتابع معاك في جروب الواتساب ان انت بتبعت السؤال بتاعك، ويوم في الايام دي يوم الاثنين والخميس وايه ويترد عليك على طول بشكل لحظي. فبالتالي دي للناس اللي هي 1/8 المواعيد بتاعتهم هتبقى خلال الأيام بالأيام، يعني 8 4 من أول 4/8 لغاية 25/8. طب لو أنت في راوند 10/8 هتبقى المواعيد بتاعتك كده بعد الراوند الأولى ب10 أيام. طيب لو أنت في راوند 20/8 هتبقى بعد الراوند الأولى ب20 يوم، ودي المواعيد بتاعتها زي ما واضح معاكم كده. يعني كل المواعيد سواء أنت في راوند 1/8 أو 10/8 أو 20/8 موجودة معاكم. زي ما قلت المواعيد بالأيام، بحيث إن لازم يكون في ترتيب وتنظيم بشكل كبير جدا عشان نقدر نوصل للغرض الأساسي. آخر حاجة موجودة معانا في الفيديو النهاردة هنتكلم عن الإكزامز. مواعيد الإكزام لو أنت في راوند 1/8 دي المواعيد بتاعتك، بحيث إن أنت لغاية 30/8 تقدر تخلص الامتحانات. هنعلن التشالنج وينر 31/8 مين الناس اللي قدرت تاخد ال3 شهادات أو ال3 كورسات. وهنبدأ أو هيبدأوا معايا على طول تاني يوم من 1/9 لتريتشر ريفيو بروجكت بطريقة يعني إن شاء الله تبقى مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة لكم. طيب لو في ناس بتسمعني هتخش في راوند 10/8 مفتوحة دلوقتي في وقت اللي أنا بتكلم فيه في الفيديو ده، هتبقى المواعيد بتاعتهم كالتالي: مواعيد الامتحانات هيبدأوا الليتريتشر ريفيو بروجكت 11/8. لو أنت بتسمع الفيديو ده متأخر وهتقدم في راوند 20/8، فالليتريتشر ريفيو بروجكت هيبدأ معاك 21/9. وآخر إكزام هيكون بالنسبة لك يعني في طبعا يعني في كل امتحان في ميعادين الاكزام، بحيث ان انت ما تبقاش مجبر على ميعاد معين عشان لو حصل عندك اي ظرف او حبيت تدخل الامتحان مرة تانية. بس كده كده انا خلصت معاكم كل التفاصيل. ان شاء الله تبقى حاجة قوية ومفيدة بالنسبة لكم. سلام عليكم.